أهلا بكم. في هذا الفيديو سوف نذكر لكم فنانات اختفين عن الشاشة فجأة وما زلنا على قيد الحياة، وآخر ظهور لهن الجزء الرابع. أولا، سحر رامي وشقيقتها الفنانة علا رامي، وهما ابنة الفنان نهاد رامي الذي قدم العديد من الأدوار بشخصية الرجل الأوروبي وأفلام الجاسوسية مثل رأفت الهجان والسقوط في بئر سبع والدموع في عيون وقحة وإعدام ميت. أولا، الفنانة علا رامي هي ممثلة مصرية، ولدت في 12 ديسمبر عام 1959. عرفها الجمهور من خلال فيلم السيرك، ثم استمرت في العمل بين السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها السينمائية صاحب الإدارة، بواب العمارة، وحنف الأبهة، وكتيبة إعدام، والستات، وأرض الأحلام. كما برزت في التلفزيون من خلال مسلسلات رأفت الهجان ويوميات ونيس والليل وآخره. علا رفضت التصريح عن عدد أزواجها، ولكن المعروف عنها أنها تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد، وهو شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر، ولكنهما انفصلا. ثم تزوجت للمرة الثانية من المغني نادر أبو الليف، ولكنها انفصلت عنه بعد عام واحد، وهذه صورة من آخر الظهور لها. ثانيا، الممثلة سحر رامي هي ممثلة مصرية، ولدت في 20 يونيو عام 1961. اشتهرت الفنانة سحر رامي في البداية من خلال الإعلانات التلفزيونية، كما عملت مع الفنان سمير غانم فيما بعد من خلال فوازير فطوطة الذي كان يذاع في شهر رمضان، وذاع اسم سحر رامي بعد ذلك سينمائيا وتلفزيونيا. ومن أشهر أعمالها كابوريا وحرب الفراولة وأشيا كوات فروكسي. تزوجت من الفنان الراحل حسين الإمام، واستمر زواجهما لأكثر من 25 عاما حتى وفاته في 2014، وأثمر هذا الزواج عن ولدين. الفنانة سحر رامي عمرها الآن 61 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. صفاء أبو السعود هي مطربة وممثلة وإعلامية مصرية، ولدت 9 أكتوبر عام 1950. بدأت مشوارها الفني في الإذاعة، وشاركت في مسلسل بابا شارو، ثم انتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثي أضواء المسرح موسيقى في الحي الشرقي والقاهرة في 1000 عام والحرافيش وإنت اللي قتلت عليوة، ولها أغنية شهيرة جدا وهي أهلا بالعيد. قدمت عددا من الأعمال الدرامية البارزة في الدراما المصرية، من أهمها مسلسل هي والمستحيل، ومسلسل غوايش، ومسلسل العملاق. عملت أيضا في السينما، ومن أبرز أفلامها بامبا كشر، والمتعة والعذاب، وشياطين إلى الأبد. وقدمت برنامج شهير جدا وهو برنامج ساعة صفا، كانت تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب. وصفاء أبو السعود هي خالة الفنانة أروى جودة، وزوجها الراحل صالح كامل، وهو رجل أعمال سعودي، ولديها 5 أبناء. الفنانة صفاء أبو السعود عمرها الآن 72 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. الفنانة فاطمة الكاشف هي ممثلة مصرية، وهي زوجة الفنان جمال عبد الناصر. في بداية حياتها شاركت في الأعمال المسرحية والسهرات التلفزيونية، والتي حققت لها في ذلك الوقت نجاح وشهرة كبيرة، ولكن الشخصية التي صنعت لها الفارق كانت مشاركتها مع الفنان الراحل فريد شوقي في بطولة مسلسل البخيل وأنا، وقدمت فيه أشهر شخصياتها الدرامية وهي زوبة شقيقة محمد هنيدي. ومن المسلسلات التي عملت بها كذلك عمر بن عبد العزيز، وعايش في الغيبوبة، وطيري يا طيارة، وأهل الهوى. الفنانة متزوجة من الفنان جمال عبد الناصر، ولديها ولدان. أشيع أن الفنانة ياسمين جمال هي ابنة الفنانة فاطمة الكاشف من زوجها الفنان جمال عبد الناصر، ولكن خرجت الفنانة ياسمين جمال ونفت هذه الشائعة، وقالت إنها ليست حفيدة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولا هي ابنة الفنان جمال عبد الناصر.
وهذه صورة من آخر ظهور للفنانة فاطمة الكاشف. آثار الحكيم. هي ممثلة مصرية، ولدت في 24 أغسطس عام 1958. بدأت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، ومن أشهر أفلامها النمر والأنثى، وطائر على الطريق، والحب فوق هضبة الهرم، وبطل من ورق. وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، ومن أهم مسلسلاتها زيزينيا وليالي الحلمية والفرار من الحب وقناديل البحر وفريسكا. تزوجت من محمود مجدي جودة وأنجبت منه 3 أبناء، ولكنهما انفصلا، ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل. الفنانة آثار الحكيم عمرها الآن 64 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. وفاء مكي. هي ممثلة مصرية، ولدت في 12 سبتمبر عام 1966. بدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين خلال أداء الأدوار الصغيرة، وشاركت في عدة أعمال منها بوابة المتولي والراية البيضاء، وحققت النجاح الفني بشخصية مهجة في مسلسل ذئاب الجبل، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. من أبرز أعمالها لحم رخيص والقلب يخطئ أحيانا، بعد قضية تعذيب الخادمتين التي اتهمت بها عام 2001 وسجنها، لم تعد مطلوبة وقل ظهورها بشكل كبير. قالت الفنانة وفاء مكي إنها تزوجت مرة واحدة، وقالت إنها تزوجت مرة واحدة من والد عمر ابنها، وكان لواء وتوفى، ونفت زواجها ل3 مرات. الفنانة وفاء مكي عمرها الآن 56 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. الفنانة دينا عبد الله، وشقيقتها الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله. أولا، إيناس عبد الله ولدت في 18 نوفمبر عام 1959. عرفها الجمهور منذ أن كانت طفلة عمرها 5 سنوات، ومن أشهر أفلامها الشيطان الصغير وشاطئ المرح و3 لصوص وأغلى من حياتي، بجانب عدد من المسلسلات والأعمال الفنية والإذاعية. وبعد فترة من تقديمها للعديد من الأفلام والمسلسلات ارتدت الحجاب وعملت مذيعة في التلفزيون المصري، وشغلت منصب رئيس قناة نايل دراما بالتلفزيون المصري. الفنانة إيناس عبد الله عمرها الآن 63 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. ثانيا، الفنانة دينا عبد الله. هي ممثلة مصرية، ولدت في 16 يناير عام 1965. بدأت التمثيل منذ الصغر من خلال عدة أفلام، كان من أشهرها الحفيد والكل عايز يحب، واستمرت في التمثيل حتى حقبة التسعينات، لكنها كرست وقتها أكثر للدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها مطلوب عروسة وحمزة وبناته الخمسة وليالي الحلمية وفي قلب الليل وأبرياء في المصيدة. عملت لفترة في تقديم البرامج التلفزيونية، وآخر أعمالها مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس عام 2016. اختفت عن التمثيل لانشغالها بالتدريس في الجامعة. لم تتزوج الفنانة دينا عبد الله حتى الآن، وقالت إنها لديها قواعد لتختار بها شريك حياتها، وهي أن تشعر بالحد الأدنى من الأمان والراحة مع الشخص الذي سترتبط به. كما قدمت بعض النصائح للفتيات المقبلات على الزواج، وقالت يجب عليها أن تتأكد أن أخلاق شريكها وتربيته شبيهة لها، وأن تعقد النية على تكوين الأسرة والاستقرار. الفنانة دينا عبد الله عمرها الآن 57 عاما، وهذه صورة من آخر ظهور لها. الفنانة عزة كمال. هي ممثلة مصرية، ولدت في 28 من يناير عام 1952. بدأت صلتها بالفن منذ أن كانت طفلة في التلفزيون وبرامج الأطفال تمثل وتغني، ثم درست وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت في بعض المسرحيات إلى أن ظهرت في فيلم غابة من السيقان والوفاء العظيم لتنطلق في السينما في أدوار مساعدة. ولم تنسى التلفزيون في سهراته ومسلسلاته،
حيث وجدت نفسها أكثر لتتألق في مسلسل وعاد النهار، وفي التسعينيات تفرغت للعمل المسرحي، وفي بداية الألفية الجديدة قدمت دور في فيلم الرغبة، ثم اختفت واعتزلت الفن. الفنانة عزة كمال عمرها الآن 70 سنة، وهذه صورة من آخر ظهور لها. الفنانة هالة أنور هي ممثلة مصرية شاركت في التمثيل منذ أوائل السبعينيات في برامج الأطفال بالتلفزيون والإذاعة، وشاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية حتى بداية الثمانينات، ثم اختفت عن الوسط الفني، وكان أول ظهور لها على المسرح وهي عمرها 4 سنوات أمام الفنانة سميحة أيوب، وجسدت دور ابنتها في مسرحية قولوا لعين الشمس، وأيضا شاركت في مسرحية 10 على 10 مع الفنان سيد زيان، وشاركت في مسلسل الأطفال عصفور السعادة ومسلسل أبواب المدينة، وقدمت برنامجا استمر لمدة 4 أعوام بعنوان ميم 7. واختفت هالة أنور عن الوسط الفني مع بداية الثمانينات، لتعود مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل ظل راجل في 2021 بطولة الفنان ياسر جلال. عظيمة حمدي. عظيمة حمدي هي ممثلة مصرية، ومن أشهر أعمالها مسلسل حمزة وبناته الخمسة في عام 2001، وسهرة تلفزيونية اسمها حبيبة، ومسلسل الحقيقة والسراب في عام 2003، ومسلسل ينابيع العشق في عام 2005، ومسلسل الحب بعد المداولة في عام 2006. عظيمة حمدي تركت الفن نهائيا وارتدت الحجاب، وتعمل شيف، وتقدم برنامج طبخ على إحدى الفضائيات، ويتابعها أكثر من 2 مليون متابع عبر فيسبوك، وهذه الصورة من آخر ظهور لها. انتهى الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وترك تعليق أسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.